جربتي تعجني الطعمية بالخل؟ يلا كده نجرب مع بعض نعجن الطعمية بالخل ونشوف ايه النتيجة. مش بس كده، في تريكة كمان انا هعملها اثناء الفيديو بتنقل الطعمية لحتة تانية خالص، تخليها خفيفة وهشة وطبقة من بره كده مقرمشة وحلوة وطرية من جوه. فعلا طعمية، يعني هتندمي لو ما جربتيش الطعمية بطريقتي. اتمنى ان انت تتابعي معايا الفيديو ونشوف التريكات اللي انا هعملها غير تركة الخل دي، وهنشوف الخل بيعمل ايه. هنشوف كمان تركة بتنقل الطعمية لحتة تانية خالص. انا هنا الطعمية اللي عملتها كانت كتيرة فقسمتها على اكياس وبشيلها في الفريزر. طبعا بخليها طبقة رقيقة بحيث ان انتي بتطلعيها قبل ما تقلي بنص ساعة هتلاقيها فكت معاكي وتبتدي تحمري الطعمية بتاعتك. طبعا موفرة جدا جدا. انا عندي هنا نص كيلو من الفول المدشوش ب15 جنيه، هو اللي انا عملته. غسلته ونقعته حوالي 12 ساعة، يعني من بالليل للصبح. وعندي حزمتين من الكزبرة الخضراء، وعندي بصلاية متوسطة، وعندي راس توم متوسطة، وقرن فلفل حامي لو انت حابة. لو في كرات المصري البلدي بتاعنا ده بيبقى جميل جدا، بس انا بصراحة ما كانش عندي. دي كل الخلطة بتاعت الايه، الطعمية اللي هي الخضرة بتاعت الطعمية. هبتدي احطها على الفول المغسول ومنقوع 12 ساعة، وابتدي ايه اقلبهم مع بعض كويس قوي. كده تمام، نقلبهم كويس. الخضرة لو حبيتي ان انت لون الطعمية يبقى فاتح قللي الخضرة، كل ما قللت الخضرة كل ما لون الطعمية يبقى فاتح وحلو. هنا انا جبت الكبة بتاعتي، حطيت كمية من الفول فيها مع الخلطة، وابتدي ان انا ايه اضرب. ممكن تضربيها كده، بس انا حسيت ان هي لا كده خشنة شوية، مش ناعمة، فمحتاجة حبة مية. فممكن انت ايه تضيفي لها حبة مية وانت ايه وانت بتضربيها. لو لسه بقى ما عملتيش اللايك لغايه دلوقتي يلا اعملي لايك، ولو حابه ان انت تحتفظي بالفيديو عنك اعملي له شير لاصدقائك على الفيسبوك فتحتفظي بالفيديو معاكي. هنا انا حسيت ان هي لا كده محتاجه حبه ميه، فحطيت لها حوالي ربع كوبايه من الميه وهضربها. الميه دي مش هنصفيها، مش زي طعميه الخلاط اللي كنا عملناها قبل كده وبنصفي الميه. لا، هي دي كميه الميه المناسبه اللي تخلي العجينه بتاعتي ايه طريه وحلوه. تمام كده، نشوفها. يعني وجبة اقتصادية حوالي 15 جنيه مع الخضرة والحاجات التانية، نقول كمان 5 جنيه. انتي عملتي عجينة طعمية تكفيكي 4 مرات، تطلع لك كل مرة طبق حلو محترم بحوالي 20 جنيه. يا جماعة معلش الدنيا بقت صعب، فلازم ان احنا نسهل على نفسنا، واي حاجة نقدر ان احنا نعملها في البيت نعملها. كده بعمل باقي ايه كمية الطعمية. حطيت بقى من الاول المية لان انا عرفت ان لا كده هحتاج مية، فحطيتها من الاول. كده خلاص انا ايه عملت الكمية بتاعتي كلها. كده تمام. ادي الكمية. هبتدي ان انا ايه اكيس جزء اشيله في الفريزر، واتفقنا ان انت بتطلعيه قبل القلي بحوالي نص ساعة. هنا الخضرة بتاعتي عبارة او التتبيلة سوري بتاعتي معلقة كبيرة من الكزبرة. الكزبرة انا بسخنها على النار وابتدي اطحنها في الهون اجرشها، تبقى كده ليها طعم. ومعلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من السبع بهارات، ومعلقة صغيرة من القرفة، بتبقى جميلة جدا. لو حابة ان انت تشيلي اي حاجة من المكونات دي شيليها. وحطيت كمان معاها معلقتين سمسم محمص جوه العجينة، بتديني برضو طعم حلو قوي. حجزت شوية اللي انا ايه هحمرهم، والباقي هحطه في الاكياس وايه وهشيله وقت اللزوم، وقت ما احتاجه هطلعه. تمام. نشوف بقى التركة التانية بقى المهمة قوي، اللي بتديني او بتنقلي الطعمية لحتة تانية خالص. بعد ما هحط البيكربونات زي ما احنا شفنا حوالي نص معلقة، هي دي كانت قليلة يعني مش هرمية ولا حاجة. نص معلقة صغيرة بيكربوناتو مع معلقتين كبار من الخل. هتلاقي فيه فوران بيحصل، هو مش باين هنا هيحصل فوران. الخل بيدي هشاشة حلوة قوي للطعمية. طب الجزء اللي انا شلته انا ما حطيتش فيه الخل والبيكربوناتو، لكن احطهم وقت ايه ما اخرجهم عشان اقليهم. هنا بقى انا عملت ايه، جبت المضرب الكهرباء وابتدي اضربها حوالي 3 4 دقايق. بتهيش معاكي كده ويدخلها الهواء وبتبقى جميله قوي. ابتدي زيت سخن على النار، بعد الزيت ما بيسخن بخلي النار متوسطه، وابتدي ان انا ايه احمر الطعميه بتاعتي زي ما احنا شايفين. ادي ايه الطعميه اهي.
ما تستاهلش غير بقكم.